السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. أنا الدكتور عمرو يوسف، استشاري الجلدية والتجميل ومدير عيادات سباركل وفاسكو ديرم ورويال كير الموجودة في اسكندرية وفي القاهرة في كتير من محافظات مصر. هنكلمكم النهاردة عن السان سكرين، بما إن احنا في فصل الصيف فلازم نتكلم عليه. لازم نبقى عارفين أول حاجة إن السان سكرين من الحاجات المهمة قوي قبل الخروج في الشمس، بتحط قبل ما نخرج بربع ساعة، وبنخليه دايما في شنطتنا، بنحطه كل ساعتين أو كل 3 ساعات طول ما احنا موجودين في الشمس. الحاجة التانية، لازم قبل ما نختار السان سكرين لازم نعرف نوع بشرتنا الأول، وعلى أساسه نختار السان سكرين المناسب. لأن السان سكرين في منها أنواع، في الكريم، في الفلويد، في الجل، في اللوشن، وفي الجل كريم. بيفرقوا في إيه؟ بيفرقوا في التكشر، بيفرقوا في البيز اللي هو مبني عليهم. عشان كده مثلا البشرة الدهنية لازم تختار لوشن، فلويد، أو جل كريم أو جل. إنما مثلا البشرة العادية أو البشرة الجافة يفضل ليها دايما الكريم. السان سكرينز في منها تنتد، في منها عادي انفيزبل. التنتد اللي هو بيبقى فيه تنت، فيه سنه فاونديشن خفيفه وليه كذا لون، فبرضو احنا بنختار، ممكن نختار حاجه تنتد او حاجه انفيزبل حسب نوع بشرتنا وحسب ما احنا عايزين الشكل بتاعه. الحاجه الرابعه، مهم جدا نعرف السان بروتكشن فاكتور الموجوده في السان سكرين، لان في انواع سان سكرين بتبقى قليله، في انواع بتبقى عاليه. اقل حاجه نختارها دايما تكون ال 50 بلس، اس بي اف 50 بلس. من الانواع اللي احنا بنحب نكتبها دايما نوع اسمه الارجنتو بروفيت. ده من الانواع الحلوه جدا المناسب لكل انواع البشره، لان هو على هيئه لوشن. السان بروتكشن فاكتور بتاعه 50 بلس، والريزلتس بتاعته فعلا ممتازه، نون كوميدوجينيك، نون جريسي. التكشر بتاعته كويسه جدا، بيدي ماتيفاينج لوك خفيفه كده، فمفيش حد ما شاء الله استخدمه غير لما اتبسط جدا بالريزلتس بتاعته. انا برشح لكم البروفيت لو حابين سان سكرين كويس، ولو محتاجين اي حاجه خاصه بالجلد او التجميل تقدروا تنورونا وتشرفونا في العياده. وشكرا جزيلا.